حلمت خير اللهم اجعله خير. زي ما اكون انا واقف في وسعايه كبيره. الوسعايه دي بينزل فيها طيور ضخمه. فاكر الرخ بتاع زمان. المطار. وبعدين معاك يا حسن؟ لا مش هو ده واحد مكتوب على ظهره ممنوع اللمس. اي حد يجي ناحيته يتلسع. حصانه. الحقني. حسن مالك يا حسن؟ في ايه يا حسن؟ حسن! هيروين؟ يخرب بيتك يا حسن، خضتني عليك يا اخي. حلمك ده ولا ليه اي لازمه. اولا ده من اختصاص اداره المخدرات. ثانيا احنا ما نقدرش نقبض على اي مواطن عادي بدون اذن من النيابه، فما بالك لو كان عنده حصانه. الله، يعني الهيروين ده هيخش البلد؟ حتى لو مسكناه مفيش اي قضيه. وانت يهمك تعمل قضيه ولا يهمك تمنع خطر؟ الاثنين. واذا الظروف ما سمحتش الا بواحده بس. تبقى واحده. مستني ايه سيادتك؟ يلا. تعرف ميعاد الطياره ورقم الرحله وشركه الطيران. اللي ما عرفوش اسم الراجل ابو حصان. شوف يا حسن، عشان الموضوع ده يبقى من اختصاصنا، قبل وصول الطياره بساعتين تطلبنا بالتليفون، تقول ان في واحد من الركاب معاه شنطه مليانه قنابل شديده الانفجار. حسن. احنا عملنا التحريات المطلوبة حسب تعليماتكم، والطيارة عليها 4 ركاب عندهم حصانة، 2 من هيئة الأمم المتحدة وعضو مجلس شعب وسفير دولة صديقة جدا، موقف حساس جدا. يعني تحصل ازمه دبلوماسيه ولا نسيب القنابل تخش ويموت فيها ابرياء؟ عموما الخارجيه هتبقى تصلح ورانا. اولا احب اقول لكم الحمد لله على السلامه، واقدم لكم نفسي. مقدم معتصم الالفي من مباحث امن الدوله.